هو معقول بلد تصرف مئات المليارات على طرق ولسه المواطن حاسس إن الأسعار بتجري؟ يبقى العيب في الطريق ولا في اللي بعد الطريق؟ يمكن وانت سايق على طريق جديد تحس إنك ماشي أسرع، بس السؤال الحقيقي، هل الطريق ده ماشي بالاقتصاد كله ولا مجرد إسفلت حلو؟ قبل ما نبدأ في إنجازات الطرق الجديدة لازم نفهم مصر كانت ماشية إزاي؟ ليه الطرق دي كانت ضرورية مش مجرد رفاهية؟ في التسعينات وأوائل الألفينات معظم الطرق الرئيسية كانت ضيقة متهالكة وبتتعرض للحوادث بشكل يومي. متوسط سرعة نقل البضائع على الطرق الداخلية كان حوالي 40 إلى 50 كيلومتر في الساعة، وده معناه كل شحنة كانت بتاخد وقت أطول وتكلفة أعلى. النقل البري كان بياخد 30 إلى 40% من تكلفة بعض السلع الأساسية قبل ما توصل للأسواق. يعني المواطن كان بيدفع زيادة مش بسبب الغلاء لكن بسبب الطريق نفسه. الحوادث كانت مش بس مأساوية للناس لكن كمان بتأخر البضاعة وبتخلي المستوردين والمصدرين يرفعوا الأسعار لتعويض الخسائر. يعني لما قلنا في المقدمة هل الطريق ماشي بالاقتصاد؟ دلوقتي واضح إن الاقتصاد كان محتاج الطريق مش بس للراحة لكن عشان الأسعار تتعدل والسلعة توصل في وقتها والبضاعة ما تضيعش. السؤال دلوقتي، لما كانت الطرق بالشكل ده الدولة قررت تعمل إيه؟ الحل مش مجرد توسعة طريق هنا أو هناك، الحل كان شبكة طرق جديدة بالكامل. أول سؤال لازم يتسأل، ليه الطرق؟ وليه بالكمية والسرعة دي؟ الإجابة مش سياسية، الإجابة اقتصادية. أي اقتصاد كبير في العالم بيقوم على 3 حاجات أساسية: إنتاج، نقل، تصدير. لو واحدة فيهم ضعفت السلسلة كلها بتقع. مصر قبل 2011 ما كانش عندها مشكلة إنتاج بس، كان عندها مشكلة نقل. مصانع موجودة، خامات موجودة، موانئ موجودة، لكن اللي بيربطهم كان أضعف حلقة. في الاقتصاد النقل مش خدمة، النقل تكلفة. كل ساعة تأخير في الطريق معناها وقود أكتر، أعطال أكتر، حوادث أكتر، فلوس أكتر على التاجر. والتاجر مش بيدفع لوحده، المواطن بيدفع معاه. مصر بلد كبيرة ومترامية، السكة الحديد مهمة، لكن تطويرها أبطأ ومكلف وبيحتاج وقت أطول. النقل النهري محدود ومش مناسب لكل أنواع البضائع. الطريق كان الحل الأسرع والأوسع والأقدر على الحركة. في لحظة عدم استقرار اقتصادي، الدولة كانت محتاجة تحريك السوق، جذب استثمار، خلق فرص عمل سريعة، والطرق كانت أسرع وسيلة تحقق ده كله في وقت واحد. الهدف ما كانش إن العربيات تمشي جوه مصر وبس، الهدف كان إن مصر تبقى حلقة في سلاسل التوريد العالمية، ومفيش سلسلة توريد من غير طرق قوية بتوصل للموانئ. الطرق ما اتعملتش علشان ننبسط واحنا سايقين، اتعملت علشان الاقتصاد يعرف يتحرك. من 2014 لحد 2025 مصر دخلت أكبر برنامج طرق في تاريخها الحديث. مش طريق هنا وطريق هناك، ده كان إعادة رسم كاملة لخريطة الحركة في البلد. خلينا نمشيها واحدة ونفهم كل طريق اتعمل ليه وبيخدم إيه. الطرق القومية الطولية شمال جنوب. الطرق الطولية هي العمود الفقري للحركة، زي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، القاهرة السويس، القاهرة أسوان. قبل كده الحركة التقيلة كانت بتعدي جوه المدن، شاحنات نقل وسط زحمة وحوادث. الطرق الجديدة طلعت النقل التقيل بره المدن، وده قلل وقت الرحلة، الحوادث، وتكلفة النقل. النوع ده من الطرق بيخدم الاقتصاد الداخلي قبل أي حاجة. المحاور العرضية شرق غرب. المحاور العرضية أخطر تغيير حصل. لأول مرة شرق مصر اتربط بغربها مباشرة من غير لف ومن غير زحمة. مثال واحد، محور 30 يونيو رابط ميناء السخنة مباشرة بموانئ البحر المتوسط. البضاعة بدل ما تلف بحري بقت تمشي بري أسرع. مثال اثنان، طريق الجلالة فتح مناطق صناعية وسياحية ما كانش ليها قيمة قبل كده.
الطرق هنا مش بس نقل، دي فتح أراضي. المحاور على نهر النيل، كسر العزلة. النيل كان نعمة، بس في النقل كان عائق. سنين طويلة مدن على الضفة دي ومدن على الضفة التانية. المحاور الجديدة كسرت العزلة دي. مثال: محور رود الفرج ربط شرق القاهرة بغربها في دقايق. عمال، مصانع بيوصلوا أسرع. المصانع بقت أقرب لأسواقها. دي مش طرق شكل، دي طرق عدالة مكانية. الطريق الدائري الإقليمي أهم طريق. لو في طريق واحد يلخص المشروع كله فهو الدائري الإقليمي. شال النقل التقيل من جوه القاهرة الكبرى، ربط الدلتا بالصعيد بالموانئ من غير دخول العاصمة. يعني شاحنة جاية من الصعيد رايحة ميناء ما تعديش على زحمة القاهرة. ده طريق المواطن يمكن ما يسوقش عليه، بس كل سلعة في بيته عدت عليه. تطوير الطرق القديمة، مش كل الشغل كان طرق جديدة. طرق قديمة اتوسعت، اتصلحت واتأمنت، وده قلل الحوادث ورفع كفاءة شبكة كانت موجودة أصلاً. اللي حصل ما كانش توسيع الطرق، كان تغيير طريقة تفكير، من شبكة بتخدم المرور لشبكة بتخدم الاقتصاد. بس السؤال المهم لسه: إزاي الطرق دي ربطت الموانئ وخدمت التجارة؟ ميناء لوحده ملوش قيمة. الميناء محتاج طريق، ومش أي طريق، طريق يوصله بالعالم. ميناء العين السخنة موقعه مش عادي، قريب من خط الملاحة العالمي. أي سفينة جاية من آسيا بتعدي من هنا. قبل شبكة الطرق الجديدة، البضاعة اللي تدخل السخنة يا إما تكمل بحري تلف لحد المتوسط، يا إما تدخل طرق ضيقة وزحمة وتاخد وقت طويل، يعني تكلفة أعلى وزمن أطول ومنافسة أقل. مصر كانت مجرد محطة عبور، مش مركز توزيع. الحل: ربط بري مباشر. ربط بري مباشر بين السخنة والبحر المتوسط. السخنة محور 30 يونيو، الدائري الإقليمي. الإسكندرية، الدخيلة، دمياط. كده الحاوية بدل ما تلف أيام تمشي بري في ساعات. التغيرات الفعلية: زمن النقل قل، التكلفة قلت. مصر بقت اختيار منطقي للتخزين وإعادة التوزيع. مصر كممر لوجستي، بقينا مش بس قناة سويس، بقينا ممر لوجستي بري وبحري. ده معناه فرص شغل، مصانع، لوجستيات، فلوس بتلف جوه البلد. الطريق ده ما كانش معمول عشان المواطن يسافر عليه، كان معمول عشان السلعة توصل أرخص وأسرع. هل المواطن استفاد؟ وإمتى؟ الطرق اتعملت، البضاعة بتوصل أسرع، الموانئ مربوطة، مصر بقت ممر لوجستي. بس المواطن لسه حاسس بحاجة؟ الواقع: نعم، الطرق حسنت الاقتصاد على المدى الطويل، لكن لأ، مش فوراً. تركيا، المغرب، أسبانيا، كلهم بدأوا ببنية تحتية ضخمة، والمواطن حس الفرق بعد 7 إلى 10 سنين. الطبيعي، المواطن المصري كمان محتاج شوية صبر عشان يشوف ثمار الطرق الجديدة. الطريق يقلل تكلفة السلعة، بس المواطن لسه محتاج يشوف العائد. إحنا شفنا سوا، مصر كانت محتاجة شبكة طرق مش بس للسيارات، لكن للاقتصاد كله. من 2011 لحد 2025 الطرق اتعملت، المحاور اتفتحت، الموانئ اتربطت. وكل ده مش رفاهية، ده استثمار ضخم. الطريق أداة مش إنجاز للتصوير. لو اشتغلت صح، الاقتصاد يشتغل، الإنتاج أسرع، التكلفة تقل، والأسواق تتظبط. لو الطريق اتعمل بس الاقتصاد مش مستقر، يفضل إسفلت وما يحصلش أي فرق للمواطن. الطريق مش نهاية الرحلة، الطريق هو البداية. فمصر، أي طريق جديد، أي محور جديد، أي شبكة طرق
مش مجرد إسفلت، ده مستقبل اقتصاد، مستقبل تجارة، ومستقبل المواطن. ومن هنا يبقى السؤال دايماً: إحنا بنبني طريق ولا بنبني مستقبل؟ لو عجبك الفيديو ومتأثر باللي شفته النهاردة، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكمان شارك الحلقة مع أي حد مهتم بالاقتصاد أو التنمية، عشان كل الناس تعرف قد إيه الطرق دي مهمة لمستقبل مصر. وتكتب لنا في الكومنتات رأيك، أنت شايف الطرق دي حست المواطن ولا لسه؟ إحنا مهتمين نسمع رأيك. شكراً إنك تابعت معانا الحلقة، وافتكروا دايماً: الطريق مش بس إسفلت، الطريق بداية مستقبل.